دكتور انا قررت ان انا هاخد دواء للتخسيس لان انا تعبت وزهقت بصراحه. هاخد دواء يزود لي معدل حرق الدهون شويه وكمان يحسسني بالشبع. طب استني بس كده بالراحه، خلينا نتكلم مع بعض الاول. قبل ما تستخدمي دواء التخسيس اللي انت عايزاه عشان تزودي معدل حرق الدهون عندك او تفضلي حاسه بالشبع معظم الوقت، فكرتي الاول ده هيعمل ايه في جسمك؟ النوع ده من الادويه عشان يزود معدل حرق الدهون عندك اكتر من الطبيعي وعشان كمان يحسسك بالشبع، فهو بيأثر في هرمونات الجسم عندك. مش بس كده، ده كمان بيأثر على نواقل عصبيه في المخ عندك عشان كمان يسد الشهيه. من الهرمونات اللي النوع ده من الادويه بيأثر عليها هي هرمونات الغده الدرقيه. واللي ما يعرفش هرمونات الغده الدرقيه دي عباره عن غده بتكون موجوده في رقبتك هنا. الغده دي بتكون مهمه جدا جدا لوظائف حيويه كتيره جدا في الجسم، منها ان هي بتساعد في حرق الدهون الموجوده في الجسم عندك، فبالتالي بتقدر انك تخس. طول ما هرمونات الغده الدرقيه كويسه جدا فانت حرق عندك في الجسم كويس قوي وبتخس. لكن لو حصل خمول في الغده الدرقيه عندك للاسف انت ما بتنزلش في الوزن، بالعكس انت بتزيد في الوزن كمان. طيب نرجع تاني لموضوعنا. اول ما بتاخد الدواء ده على طول بتبدا هرمونات الغده الدرقيه بتزيد عندك قوي ويبدا يحصل نشاط مضاعف ليها، يكون النشاط ده فوق طاقتها، بتبدا تنزل فعلا في الوزن ويزيد حرق الدهون عندك. بس اول ما تقرر تبطل الادويه دي تلاقي عندك حرق الدهون وقف خالص، ده انت كمان بتزيد في الوزن من الهوا. اقل حاجه على الرغم من انك بتكون ماشي على نفس النظام تقريبا اللي كنت ماشي عليه او نفس نوع الاكل اللي انت بتاكله، بس بتلاقي نفسك بتزيد وانت مش فاهم ايه السبب. انت لما خدت الادويه دي عملت في جسمك مصيبتين. اول مصيبه انت عملتها تزودت نشاط الغده الدرقيه فوق احتمالها وفوق طاقتها فخليتها نشيطه قوي. تاني حاجه انك استخدمت عامل خارجي عشان يزود نشاط الغده الدرقيه وانت اصلا عندك الغده كانت سليمه. فاول ما وقفت الدواء بدا يحصل لك خمول في هرمونات الغده الدرقيه، قلت جدا لانك شيلتها وحملتها فوق طاقتها، عشان كده ما بقتش قادره تقوم بوظيفتها الاساسيه. طيب الحل بالنسبه لك ايه دلوقتي؟ لو انت استخدمت النوع ده من الادويه انت لازم تروح لدكتور غدد صماء يعمل لك تحاليل الغده الدرقيه ويشوف الغده الدرقيه عندك دلوقتي اخبارها ايه. هل ينفع انك ترجع تاني الغده الدرقيه لنشاطها بعد ما تستخدم ادويه معينه، ولا للاسف بقى عندك خمول دايم في الغده الدرقيه وهتفضل ماشي على دواء الغده مدى الحياه؟ الادويه دي بتعمل مشاكل تانية زي الارق، التوتر، العصبيه، الضغط النفسي والعصبي، وبتعمل مشاكل تانية كتير قوي. فانا انصحك انك ما تستخدمش اي ادويه للتخسيس. يفضل انك تخس بطرق طبيعيه، ان هي للاسف بتاثر عليك بشكل سلبي وبتاثر على هرمونات جسمك. الاهم من انك تخسر دهون وتنزل في الوزن، الاهم ان انت تخس بطريقه صح وبطريقه ما تتعبش جسمك ولا تتعب صحتك. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. لو في اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس تحت.